هذا العرس الإسلامي في إقليم الحوز هذا مسألة عادية في هذا الإقليم، لأن إقليم الحوز كان وما زال وسيبقى دائما قلعة ديال البار، قلعة البار. إذا لا نستغرب بهذا التواجد الكثيف ديال تقريبا ممكن ديال 28 جماعة ترابية، بهذا العدد الكبير جدا من المؤتمرين اللي كلهم بكلمة واحدة استطاعوا بتوافق كبير عالي أن يكونوا مجلس إقليمي وأمانة إقليمية بكل حرية وبكل ديمقراطية. إذن هذا هو الموضوع. إذن كنقولوا على أن إقليم الحطام في إقليم الحوز عنده المستقبل ديالو وغادي يبقى عنده المستقبل. فيما يخص المقعد اللي فقدناه وهذه هذا القانون لا في المحكمة الدستورية لا تعقيب على قرار المحكمة الدستورية، ولكن كونوا على يقين ان رشيد بوغطايا اللي هو في الواقع واحد البرلماني اللي كان ملتزم قوي جدا، اذا وقع مشكل صدر الحكم ديال المحكمة الدستورية، ولكن كلنا على يقين ان اللي طلع ب 42000 غنردوه ان شاء الله في الانتخابات الجايه باكثر من 42000 صوت ان شاء الله. واش غنشدوا فيه الثقه؟ غنشدوا فيه الثقه وغادي نوقفوا معه جميعا، الفريق البرلماني كله زياده على القياده السياسيه كلها غتعضوا وتوقف معه وغادي نردوه. كان نجح ب 42000 غنردوه ان شاء الله ب 45 او 46000 كونوا على يقين. اذا جهه مراكش اسفي شدوها كاملين بان بقياده اولا هذه الحركيه التنظيميه اللي شفناها منذ التاسيس. راه من دازوا الانتخابات بدات الحركه التنظيميه داخل حزب الاثار والمعاصره، ولا حزب استطاع باش يمشي بهذه الديناميه ديال تكوين اعاده المؤسسات الحزبيه على الصعيد الاقاليم والجهات الا حزب الاثار والمعاصره. تقريبا وصلنا دوك كداو 75 مؤتمر اقليمي، وصلنا 4 مؤتمرات جهويه. الاسبوع الجاي ان شاء الله ولا من بعد 15 يوم غادي نديروا 2 مؤتمرات جهويه. الديناميه التنظيميه غاديه بفعل العمل اللي كيقوم به الكبير جدا اللي كيقوم به نائب الامين العام ورئيس قطن التقديم اللي هو رئيس الجهه ديالنا، ونائب الامين العام اللي هو سمير قدار اللي هو قوه في الواقع حزبيه كبيره جدا اللي يجعل على انه نسرعوا بهذا اللي كنقولوا انا البنيات الاساسيه للحزب. لان الحزب ما عندوش بنيات اساسيه لا وجود له. اذا حنا بغينا نبنيو هذا الخطر الحزب على بنيات اساسيه معقوله منتخبه من طرف المواطنين، ماشي غنقولوا داك الشيء اللي كان غير كنعينوا هذا هنا ولا نعينوا هذا هنا. ما كاين تعيين، كاين توافق انتخاب، وكنديروا ان شاء الله امانه حقيقيه، امانه جهويه حقيقيه، امانه محليه حقيقيه باش يمكن ان شاء الله نخرطوا بسرعه ان شاء الله في الاستحقاق الجايه ان شاء الله اللي كونوا على يقين الحزب غادي يكون هو اللي غيتصدى الصداره ان شاء الله في الانتخابات الجايه بهذه العمليه اللي كنقوم بها الان منذ الانتخابات هذه عام. راه كاينه واحد الديناميه اللي كما قلت في البدايه.